بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا حلقة النهاردة كان مقدمها الدكتور عمرو الليثي. أم بتستغيث بعيالها وطبعا ولادها ما عندهمش رحمة، يصلح حالهم ربنا وربنا يهديهم. نسمع الحاجة فاطمة بتقول ايه. تعيش انت يا دكتور عبد. ولادك عندهم قد ايه دلوقتي؟ اعمارهم قد ايه؟ اعمارهم دلوقتي ما اعرفش يا دكتور، هم انا مش وياهم عشان اعرف اعمارهم كم. يعني تقريبا كده قد ايه؟ تقريبا كده اني يعني هداهم الوقت 21 سنة الواحد فيهم. 21 سنة. ده اه الكبير ولا الصغير؟ الكبير والصغير، لان الكبير اكبر من الصغير. طب وايه اللي حصل بعد وفاة جوزك؟ حماتك طردتك ليه؟ طردتني، ليه؟ قالت انت لسه صغيرة وروح لاخواتك يجوزوكي يعيشوكي انت حرة. قلت لها ايه يا دكتور عم؟ قلت لها انا مش هسيب عيالي. انا كده قبضي ماشي يا دكتور عم كان 320، وكنت بشتغل في الغطال، واخر النهار اجيب واحط لعيالي. القرش اللي هشتغله تاخده هي، قبضي تاخده هي، وفي الاخر ما خدتش حاجه معاه غير عملها. طب هي لما خرجتك من البيت حضرتك رحتي فين؟ رحت عند اخواتي وما ارتحتش عند اخواتي. النسوان يضربوا فيا، اخواتي يضربوا فيا ووصلوا نسوانهم عليا يا دكتور عمرو. قلت لها قلت دي بقى ما عادتش عيشه، ما اعرفش اعيش ويا اخواتي، ما فيش واحده في الدنيا تعيش ويا اخواتي. ما عشتيش مع اخواتك يعني؟ ما قدرتش اعيش ويا اخواتي. طلعت اشتغلت. اشتغلتي ايه؟ امسح في البيوت، اغسل سجاد، اشتغل باليوميه، واشتغلت فعلا باليوميه. انت عندك كم سنة يا ستي؟ انا عديت من عندي 70 سنة. 70 سنة. عندي ربنا 70 يديك الصحة. سنه، ولسه بتشتغلي لغاية دلوقتي حضرتك؟ ولعند الوقت يا دكتور عارف بشتغل لعند الوقت، مش بس- هكدب على ربي. بس الشغل دلوقتي مش متعب يا ستي؟ يعني في السن ده متعب عليكي ولا ايه؟ على قد ما بتقدر بتعمل، يعني على قد صحتي. هتعمل ايه؟ هي الظروف بتاعتك اللي بتقول. هل الشغل انا عندي قبض يا دكتور عامل لو مع احترامي الك، مم. قبضي 440 جنيه بتأجر، مم. الإيجار بدفع له 200. طب انت عايشة فين دلوقتي؟ أنا قاعدة في أوضة والناس بيساعدوني يا دكتور عم. طب ما حاولتيش تعيشي مع اولادك بدل ما تعيشي لوحدك؟ ما قدرتش، من نسوان فقط لا غير. جدتهم الله يرحمها نسوان شينا، أروح لنسوان عيالي مش مديني وش يا دكتور عم. أنا بكلمك وأنا من يعني. طب انت بتشوفي اولادك؟ لا ما طب هو- بيجيلوش طب هما بيسألوا عليكي؟ ولا بيسألوا. طب حد فيهم بيقف جنبك في تعبك؟ مش قلب لا. والله ما بيقفوا معايا يا دكتور عم، طب بتكلميهم في التليفون؟ ولا مش تليفون. بكلمك. اتصل على الواد الكبير ما بردش عليا، بقول له انا مش فاضي مم. دغري. انا مش فاضي ياما، انا في شغلي. دي الكبير، اما الصغير مش بيجيني ولا بيكلمني نهائي. طب انت ولادك دلوقتي لو شايفينك تحب تقولي لهم ايه؟ لو شافيني هقول لهم انا مشترك في بطني وربيت وتعبت عليكم، وفي الاخر سبتوني ورحت جدتكم جوزتكم وبتبتكم عني. لو شفتم دلوقتي هحكي لك على كل حاجه قدامي. انا مش عندي غلط، انا ام ارمله، يعني المفروض يجوا ويقعدوا معايا يشربوا الشاي، حبوا يقعدوا معايا يروح الله يسهل لهم. انا مش عايزه حد، بس يبص في وشي بس، يبص في وشي بس مره يا دكتور عاطف. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. العيال دي لو عندها ضمير وعندها رحمة حريمكم لو هم بني آدمين ويرضوا على أبوهم وأمهم كده ما كانوش رضي على الست دي. وهتشوفوه في عيالكم بكرة وبعده كما تدين تدان. هيترد لكم من عيالكم اللي انتوا بتعملوه في الست دي. منكم لله. شكرا.